ويلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. حكاية يمكن تكون أقصى من أي حكاية سمعتوها قبل كده، لأن الطعنة لما بتيجي من أقرب الناس ليك ما بتسيبش جرح، دي بتكسر الروح. اسمي سلمى، عندي 32 سنة. من يوم ما أبويا توفى من 10 سنين وأنا اللي شايلة البيت على كتافي. أمي ست كبيرة وعلى نيتها، وأخويا كريم وأختي الصغيرة داليا. أنا كنت البنت الكبيرة، الأخت الكبيرة، وبمثابة الأب التاني ليهم. اشتغلت في شركة كبيرة، وكنت بحرم على نفسي كل حاجة عشان أحقق حلم واحد بس: أشتري شقة لأمي. شقة تمليك في مكان كويس، تعيش فيها مرتاحة آخر كام سنة في عمرها، بدل شقتنا الإيجار القديمة اللي كل حيطة فيها بتحكي عن تعبنا وشقانا. داليا أختي الصغيرة كانت عكسي في كل حاجة، جميلة دلوعة وكل طلباتها مجابة. أمي كانت بتعشقها، يمكن لأنها الصغيرة والمدللة. كانت دايما تقول: داليا لسه عيلة، سيبيها تفرح بشبابها. أما كريم أخويا فكان دايما في حاله، غامض ومشاكله المادية ما بتخلصش، وكل فترة يجي يستلف مني مبلغ وما يرجعوش. كنت بسامح وبقول أخويا وسندي، وبكرة ربنا يكرمه. بعد سنين من الجمعيات والأوفر تايم والحرمان، أخيراً جمعت مبلغ كويس مقدم لشقة الأحلام. في يوم جمعتهم كلهم على العشاء، وطلعت ورق الشقة اللي اخترتها وكنت بتابعها من شهور، وقلت لهم بفرحة: يا جماعة أنا خلاص هحجز شقة لأمي. الكل فرح، وأمي عينيها دمعت ودعت لي. بس فرحة داليا كانت غريبة، كانت فرحة باردة، عينيها فيها لمعة ما قدرتش أفهمها وقتها. بعد يومين من إعلاني عن الشقة بدأت أحس بتغيير في البيت. أمي بقت متوترة، وداليا ما بقتش تفارقها، وقاعدين يتكلموا بصوت واطي، ولما أدخل عليهم يسكتوا. بدأت أسمع جمل من أمي زي: يا بنتي طب ما الشقق أسعارها بتقع، طب وإيه اللي يضمن إنك ما تتجوزيش وجوزك يطردني منها؟ كنت بتصدم وأقول لها: إيه الكلام ده يا ماما؟ ده بيتك وهيتكتب باسمك. بس كلامي كان زي الهوا، واضح إن داليا كانت بتلعب في ودنها وبتزرع فيها أفكار مسمومة. بعد سنين من الجمعيات والأوفر تايم والحرمان، أخيراً جمعت مبلغ كويس مقدم لشقة الأحلام. في يوم جمعتهم كلهم على العشاء، وطلعت ورق الشقة اللي اخترتها وكنت بتابعها من شهور، وقلت لهم بفرحة: يا جماعة أنا خلاص هحجز شقة لأمي. الكل فرح، وأمي عينيها دمعت ودعت لي. بس فرحة داليا كانت غريبة، كانت فرحة باردة، عينيها فيها لمعة ما قدرتش أفهمها وقتها. المواجهة الكبيرة حصلت بعد أسبوع. داليا جمعتنا وقالت بصوت كله ثقة: يا جماعة أنا عندي ليكم فرصة عمر، فرصة هتخلينا كلنا مليونيرات. طبعا أنا استغربت، وداليا كملت: في واحد معرفة بيبيعوا قطعة أرض في منطقة جديدة جنب العاصمة الإدارية. الأرض دي كمان 2-3 هتبقى بتمن فيلا. الراجل مزنوق في الفلوس وعارضها بنص تمنها. قلبي اتقبض، بصيت لها وقلت لها: داليا انتي فاهمة انتي بتقولي ايه؟ دي فلوس شقة عمري، ايه اللي يضمن لنا الكلام ده؟ فين الورق؟ مين الراجل ده؟ هنا داليا بصت لأمي وقالت بدموع تماسيح: شفتي يا ماما؟ شفتي سلمى بتعاملني ازاي؟ دايما شايفاني قليلة ومش بفهم في حاجة. أنا جايبالكم فرصة العمر وهي عايزة تضيعها. وهنا أمي عملت حاجة عمري ما تخيلتها، بصت لي وقالت بحدة: أيوة بنتي عندها حق، انتي دايما عايزة تمشي كلامك، دي فلوسي أنا وأنا حرة فيها. هاتي الفلوس اللي جمعتيها وأنا هشتري الأرض دي مع أختك. حسيت كأن الأرض بتتسحب من تحت رجلي. أمي بتفضل داليا عليا وبتتهمني في نيتي. قعدت أتحايل عليها وأبوس إيديها وأقول لها بلاش، دي عملية نصب واضحة. لكنها صممت وقالت لي: لو ما حولتيش الفلوس دي في حسابي النهاردة، اعتبري إني لا أمك ولا تعرفيني. كنت بين نارين، يا إما أرفض وأخسر أمي للأبد، يا إما أوافق وارمي شقة عمري في الهوا. وللأسف حبي لأمي غلب عقلي. تاني يوم رحت البنك وحولت كل تحويشة عمري لحسابها وأنا بعيط. بعد ما الفلوس اتحولت، داليا خدت أمي وراحوا يقابلوا صاحب الأرض عشان يمضوا العقود. رجعوا ومعاهم نسخة من عقد بيع ابتدائي، وأمي كانت طايرة من الفرحة وبتقولي: شفتي يا فلحة، أهو بقينا أصحاب أراضي.
الأيام اللي بعدها داليا حياتها اتقلبت، لبس جديد، موبايل جديد، خروجات كل يوم. ولما كنت بسألها الفلوس دي منين، كانت بتقولي من خير أرضنا يا حبيبتي، بدأت أعمل تسهيلات مع ناس مستثمرين. كنت بسمع وأنا جوايا بيغلي. في نفس الوقت بدأت ألاحظ إن كريم حالته مرتاحة وما بقاش يطلب مني فلوس، بالعكس كان بيتجنبني تماماً، ولما يشوفني يهرب من الكلام معايا. الشك بدأ ياكل في قلبي. في الشغل كان ليا زميل محترم اسمه أحمد، بيشتغل في الإدارة القانونية. كنا أصحاب وكان عارف بموضوع الشقة وحلمي. في يوم كنت منهارة وحكيت له على اللي حصل وعلى قلقي. أحمد بصلي بتركيز وقال لي: سلمى، الموضوع ده مش مريحني، اديني صورة من عقد الأرض ده وأنا هسألك عنه. اديته صورة العقد وأنا مش متعلقة بأي أمل. بعد يومين أحمد جالي المكتب وقفل الباب، وشه كان مخطوف. قال لي: سلمى، لازم تبقي قوية، الأرض دي ملك شركة تطوير عقاري كبيرة ومش معروضة للبيع أصلاً. العقد اللي معاكي ده مضروب والختم اللي عليه تقليد. باختصار، انتي اتنصب عليكي. الكلمات نزلت عليا زي الصعقة. جريت على البيت زي المجنونة عشان أواجه داليا. دخلت لقيتها قاعدة مع كريم بيضحكوا. أول ما شافوني سكتوا. صرحت في وش داليا: فين فلوسي يا نصابة؟ الأرض طلعت كدبة. داليا برقت وقالت: انتي بتقولي ايه؟ انتي اتجننتي؟ في اللحظة دي تليفون كريم رن. خطفه بسرعة عشان يرد، بس أنا لمحت اسم المتصل: السيد المزوراتي، نفس الاسم اللي أحمد قال لي إنه مشهور في عمليات النصب وتزوير العقود. وهنا كل حاجة بانت. الصورة كلها وضحت قدامي. ما كانتش خيانة داليا لوحدها، دي كانت خيانة مزدوجة. بصيت لكريم اللي وشه بقى أصفر وصرخت: أنت كمان يا كريم؟ أنت كمان بعتني؟ بعت أختك اللي لحم كتافك من خيرها؟ كريم انهار، وقع على الأرض وهو بيعيط واعترف بكل حاجة. اعترف إن داليا استغلت ديونه اللي كانت هتسجنه، وعرضت عليه جزء من الفلوس مقابل إنه يساعدها في عملية النصب، وهو اللي وصلها بالسيد المزوراتي اللي عمل لهم العقد الوهمي. داليا لما لقت اللعبة انكشفت اتحولت لوحش تاني خالص. وقفت وقالت بكل بجاحة: أيوة، عملت كده وتستاهلي اللي يجرالك. طول عمرك عايشة دور الضحية والشهيدة والكل بيشكر فيكي. كان لازم آخد حقي منك. الفلوس دي حقي في تعب أبويا زيك. في وسط الصريخ والانهيار ده أمي دخلت علينا. سمعت آخر جملة داليا قالتها وشافت كريم وهو منهار على الأرض. بصت لي وبصت لهم ووشها بقى أبيض زي الشمعة. قبل ما حد فينا ينطق بكلمة لقيناها بتقع على الأرض مغمى عليها. جرينا بأمي على المستشفى. طلع عندها هبوط حاد وارتفاع مفاجئ في السكر بسبب الصدمة العصبية. الدكاترة قالوا إنها عدت مرحلة الخطر، بس نفسيتها متدمرة. في المستشفى وأمي لسه في غيبوبتها كانت المواجهة الأخيرة. أحمد زميلي كان معايا وما سابنيش لحظة. جاب محامي صاحبه وقعدنا مع داليا وكريم. المحامي شرح لهم الموقف بوضوح: دي قضية نصب وتزوير، عقوبتها السجن ليهم الاتنين. كريم كان منهار ومستعد يعمل أي حاجة. داليا كانت لسه بتكابر لحد ما المحامي قال لها إن أول حاجة هيعملها هي بلاغ رسمي للنيابة، وإن سيد المزوراتي ده لو اتقبض عليه هيعترف عليهم الاتنين. هنا بس خوفها بان على وشها. عرضنا عليهم حل واحد: يرجعوا كل الفلوس اللي اتسرقت فوراً مقابل إننا نتنازل عن المحضر. داليا كانت صرفت جزء كبير من الفلوس على نفسها، وكريم كان سدد ديونه بالباقي. بعد ضغط وتهديد باعت داليا كل حاجة اشترتها، وكريم راح استلف من كل اللي يعرفهم عشان يرجعوا الفلوس. رجعوا لي حوالي 70% من المبلغ، الباقي كان ضاع معاه الثقة والأمان والعيلة. لما أمي فاقت كانت إنسانة تانية، ما بقتش تتكلم، بصتها كانت فاضية وحزينة. لما داليا حاولت تكلمها أمي أدارت وشها الناحية التانية، ولما كريم قرب منها بصت له بصة كلها انكسار وخذلان. أنا خدت أمي من المستشفى على شقة إيجار جديدة صغيرة على قدنا. سبت لهم شقتنا القديمة بكل ذكرياتها المرة. داليا وكريم بقوا لوحدهم، غرباء عن بعض، شايلين ذنب وخزي هيكمل معاهم لآخر العمر. النهاردة وبعد سنة من الواقعة دي أمي بدأت تتكلم معايا شوية، بس لسه الحزن مالي قلبها. أنا وأحمد اتخطبنا
وهو السند الحقيقي اللي ربنا بعتهولي في عز محنتي. لسه بحلم بشقة تمليك لأمي، بس المرة دي هحقق الحلم ده وأنا أقوى، وأنا عارفة إن مش كل اللي بنحبهم يستاهلوا ثقتنا. أما داليا وكريم بسمع أخبارهم من بعيد، عايشين لكن مش عايشين. الخيانة قتلت كل حاجة حلوة جواهم وسابتهم لوحدهم في وش الدنيا. وتعلمت الدرس الأهم في حياتي، إن الثقة العمياء هي أكبر خطيئة ممكن نرتكبها في حق نفسنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.